أنا كاتونجا. ده مش اسمي اللي الناس تعرفني بيه هنا. في أسامي بتكون على الورق بس ما بيكون لهاش أي أهمية، إنما أهلي الحقيقيين يعرفوني باسم إمزي، العجوز الحكيم. طبعا انتوا فاهمين ليه بفضل يتقالي إمزي على إنهم يندهوني بكوتونجا. أي حد ممكن يكون اسمه كوتونجا، لكن مفيش غير إمزي واحد بس، أنا. بالنسبة لواحد كبير في السن زيي ماليش أي دور مهم في القرية. أنا مش قوي، معرفش أقوم بأعمال الرعي والزراعة، وأنا اللي عمري عدى 100 سنة. بس الناس كلها بتحبني، ولما بيذبحوا طور ما بينسوش يسيبولي حتة كبيرة طرية عشان أعرف أمضغها على مهلي. وفي ليالي الشتاء والبرد ستات القرية بيولعولي النار ويطبخولي الكثافة. كل ده علشان عندي اللي مش عندهم، علشان أنا عارف وهم لأ، عشان بحكي لهم قصص تسحرهم كل ليلة، علشان لساني اللي عمره ما هيبطل حركة أبدا لحد ما يموت. بيجوا يقعدوا حواليا بالليل، الستات يولعوا النار والرجالة يقدموا لي التبغ أمضغه، وأنا أقعد على جذع الشجرة المقطوع ويندهوني: يلا يا إمزي احكي لنا حدوتة جديدة. الستات قاعدين بعيد، الولاد بطلوا لعب وعينيهم مفتوحة على آخرها مستنييني أتكلم، ومفيش صوت خارج من حد. وانتوا كمان جايين النهاردة علشان تسمعوا مني حكاية جديدة. أهلا بيكم. قربوا من النار شوية عشان تسمعوا وتشوفوا كويس. لازم تشوفوا طبعا، تعبيرات وشي بتحكي القصة زي ما لساني بيحكيها، فلازم تشوفوا كويس. النهاردة هحكي لكم قصة ممتعة، قصة تستاهل انكم تسمعوها. حطوا حطب اكتر في النار وخلوا بالكم من كل كلمة هقولها. مسترسلين لتعديل البروتوكول الثالث، الرجاء وضع اليد اليمنى لمسح بصمة الدخول. تم تعديل البروتوكول الثالث بنجاح، وجاري الانتقال في الزمن بعد الله، حلوة قوي الغابة دي، انا حبيتها قوي، شكلها يفرح، مش مرعبة زي غابة الديناصورات اللي كنا فيها. كويس اننا طلعنا من هناك عايشين اصلا يا صبرا. الله يبارك لها ابله صوفيا، ده لولا رادارها الصوتي والاشعة تحت الحمراء اللي كان بتعرفنا بيهم اماكن الديناصورات كانوا اكلونا من اول دقيقة. ادينا عدلنا بروتوكول صوفيا واتنقلنا زمن تاني، اعتبرها مغامرة وعدت على خير الحمد لله. استاذ سليم، انا خايف اسألك احنا اتشفطنا فين المرة دي لحسن الاجابة ما تعجبنيش. ما تقلقش، احنا في ارض المايه يا صبرا. نحن الآن في أمريكا الوسطى، جنوب شرق المكسيك، في غابات شعب المايا. بالظبط كده يا صوفيا. مشهورين يعني شعب المايا دول يا استاذ سليم؟ تعتبر حضارة المايا واحدة من أكتر الشعوب الأصلية اللي عاشت في أمريكا الوسطى من 3000 سنة.
وتوصلوا لمفاهيم وأبعاد متطورة في كل المجالات، من طب وفلك ورياضة وعمارة. وفي نفس الوقت اتعودوا على ممارسة مجموعة من أغرب الشعائر والتقاليد على الإطلاق. وصلوا لذروة قوتهم ونفوذهم في القرن السادس الميلادي، ووصلت المدن بتاعتهم للمئات. وحدودهم لسه العلماء بيكتشفوها لغاية النهارده. بيتقدموا في معرفة طلاسم نظامهم الكتاب المعقد ببطء شديد على أمل اكتشاف أسرار حضارتهم. والباحثين لغاية النهاردة مش قادرين يتوصلوا للسبب الحقيقي ورا بداية انهيارها وهجر شعبها لمدنهم وأراضيهم. مستر سليم انتبه، تلتقط أشعتي الحرارية حركات مريبة كالأدغال، وأسمع أصوات طبول ترتفع بالتدريج. في ديناصورات هنا كمان ولا ايه؟ كلا، الديناصورات لا تصدر هذه الموسيقى. استنوا وطوا صوتكم، أنا كمان سامع أصوات غنى وطبول. سمع صوت الغنى من بعيد. في الأول شافهم كأنهم ظلال بتظهر حواليه في كل مكان، وبدأوا يجروا ناحيته. جري بالسرعة البطيئة زي ما بيحصل في السينما. انتوا ما تعرفوش الكلام ده، بس أنا إمزي، والإمزي يعرف كل حاجة. شافهم بيجروا ناحيته، والظلال مغلفة كل ملامحهم. شعورهم الطويلة بتطير في الهواء، الرماح في ايديهم وبيرددوا صوت غامض مخيف. أجسامهم الطويلة اديته إحساس إنهم مش بشر أصلا، يمكن أقرب لظلال حية مستقلة، ظلال مش محتاجة أجساد علشان تكون موجودة. كانوا بيجروا ناحيته بخطوتهم الواسعة، وفهم ساعتها إنه ضاع. مفيش وقت للهروب، مفيش وقت للتراجع. شايفكم بتتوبوا. طيب أنا هوقف الحكاية هنا، وبكرة لما يجي الليل أحكي لكم عن اللي حصل